شاء الله. خذوا العبرة منهم. لا فعلا هذا يصلي، هذا الخلاصة ما خلاص شيء هو مسجد. كل ما يدور حول هذا الفن وأمواله وغير ذلك هنا. الله أكبر. هذا هو ليس بالمظاهر. اللهم صل على رسول الله. محمد قالوا يقول نفس بسم الله الرحمن الرحيم. في صباح هذا اليوم السبت 4 من شهر محرم 1445 للهجرة، تشرفنا بزيارة منطقة ويتي، وفي هذا المسجد الثاني حيث نزور الإخوة القائمين في هذا المسجد. هنا مكتب مفتي فضيلة الشيخ مفتي زنجبار في هذا المكان، والآن نقوم بزيارة إليه للقاء الثاني معه بعد أن التقينا أمس في حفل افتتاح مسجد الهدى الذي بناه الشيخ سالم بن سعيد الرواحي وأشرف عليه أخوه المصلح الشيخ ناصر بن سعيد الرواحي. بارك الله لكم. اليوم هنا في هذا المسجد، مسجد ملتان في ويته، نزور إخواننا الذين أقاموا عملا إرشاديا من قبل مفتي زنجبار ممثلا بمكتبه في الجزيرة الخضراء. فهذا من باب التعاون بين مؤسستينا، مكتب المفتي وكلية شمال للعلوم والصناعة. طلبوا إلينا أن نقف إليهم وهم يختمون دورتهم في هذا اليوم في هذا المسجد، فهي دورة إرشادية لمعلمي القرآن. وهذه الدورة هي أصلا سبقت ببرنامج من قبل شمائل في السنوات الماضية لمعلمي القرآن والأئمة، وكأنما استلهمت الفكرة من قبل تلكم التي قلناها الآن يقوم بها مكتب المفتي في زنجبار. فأنا والفريق الذي عندي على كل حال الذين جاءوا من عمان، دكتور علي العبري، الأخ علي بن سعيد الرواحي، الأخ محمد سعيد الجابري، والرفاق الآخرون الذين معنا في هذا اليوم المهم. فعوال